هسألك سؤال على بروسلي حيرني جدا. بيعمل فيها حاجات خارقة، الكلام ده حقيقي؟ ايه اللي حببني في الكاراتيه بقى؟ مش هقول لك طبعا. انت داخل بطولة شهر 10. اتكلمنا عن الصراع اللي حصل ما بينكم وما بين رومانيا كاتحاد مصري للكاراتيه عشان تاخدوا تنظيم بطولة العالم. بس المشاهدين اللي هم زي انا ما يعرفوش قوي في الكاراتيه، ايه كلمة كاتا وكوموتيه؟ تمام. اولا واحنا اطفال صغيرين كنا بنخش السينما نتفرج على بروسلي. في اماكن محرمه تضرب فيها كده قوي، ان كنتوا عندكم المناطق المحرمه الممنوع الضرب فيها والانذارات واللي بيؤدي الى الطرد. ده جميل قوي ان ده يصاحب اللعبه دي، لان ممكن يحصل بلاوي. يعني انت لاعب واجهت مواقف سيئه حالتك النفسيه فيها ما كانتش يعني الطف حاجه. مثلا تجيب ابطال العالم عندك وتيجي في استاد القاهره تعمل لهم حاجه زي فيلم تسجيلي. الفيلم التسجيلي ده ممكن يجيب لك الرعاة على وشهم. النهارده بستضيف ضيف من العيار الثقيل ولكن في رياضه الكاراتيه التقليدي، وهو الدكتور محمد فوزي، المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه التقليدي. اسم كبير في هذا العالم وهو عالم الكاراتيه التقليدي، وهيكلمنا عن مشواره وعن ميدالياته كبطل العالم، كمدير فني لمنتخب مصر، كعضو اللجنه الفنيه بالاتحاد الافريقي للكاراتيه التقليدي، ايضا عضو مجلس اداره الاتحاد الافريقي للكاراتيه التقليدي، رئيس اللجنه العليا للحكام بالاتحاد الافريقي. يعني ممكن اقول كده، يعني حدث ولا حرج، مش عايزين نحسد الراجل. تبوأ الاماكن الرفيعه والمراكز الكبيره على مدار تاريخه، ومن خلال رئاسته او هو على راس الاداره الفنيه لمنتخب مصر للكاراتيه التقليدي. برحب بالكابتن محمد فوزي المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه. الحمد لله على السلامه في دوله الرياض. اهلا بحضرتك، شرفنا بحضرتك يا فندم. منور الدنيا. نورك يا كابتن جمال. انت كراجل رياضي وبالمناسبه انا نسيت اقول ان حضرتك حاصل على دبلومه في الاعلام. يعني ممكن تشتغل في الحلقه دي مذيع وانا ضيف، ايه رايك؟ لا حضرتك انت رقم واحد بصراحه. انا عايز اقول حاجه، احنا دايما مع حضرتك من احسن الاعلاميين الرياضيين يمكن مش في مصر، في الوطن العربي كله. ودي شهاده. يعني حضرتك انا شخصيا بشوف حضرتك كاريزما رياضيه كاعلام رياضي صعب ان تتكرر تاني يعني. ودايما بنشكر حضرتك لاستضافتنا وبتلقي الضوء على الالعاب الشهيده اعلاميا زينا. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا بطوله عالم يوم 24/10، محدش يعرف عننا حاجه، لان احنا بنحاول من خلال الاتحاد وسيد رئيس الاتحاد ومجلس الاداره المحترمين نظهر ده. لكن الاعلاميين اللي زي حضرتك الكبار هم اللي بيساعدونا دايما ان احنا نكون موجودين ونقول احنا موجودين. صحيح، الحدث الاعظم واللي خاطف انظار العالم كله كاس العالم، ولكن ما ننساش بقى احنا الرياضات التانية اللي حضرتك يعني مش عايز اقول صعبت عليها وتقول العاب شهيده. شهيده اعلاميا بس. شهيده اعلاميا لكن مش شهيده في الميداليات وفي النتائج. عايز اقول لك ان مثلا الرياضه الاولى في امريكا الرجبي، مش كده؟ الرجبي طبعا. تخيل، مش كره القدم يعني. لا خالص. يعني هناك مثلا ما والسله في امريكا اعلى كل الالعاب. في العاب غريبه جدا ممكن تلاقيها رقم واحد في دوله كبيره زي امريكا، على العكس الكوره رقم واحد في كل انحاء العالم. نعم، يعني عندك في امريكا لاعيبه كره السله العقد بتاعها اغلى من لاعب كره القدم بكتير طبعا. يعني والدوري الامريكي هو اقوى دوري كره السله في العالم كله طبعا. عايز اقول لك ان كره القدم هي عشان لعبه شعبيه اولى بالظبط. وعايز اقول لك اصبحت استثمار. اصبح يعني الاتحاد الدولي لكره القدم النهارده لما عمل الكاس العالم 48 فريق، خلي بالك ما عملهاش كده هباء يعني. لا طبعا، ده تكتيك وتخطيط واستثمار وانتشار وانتشار يعني طبعا. عشان كده احنا عندنا امل كبير جدا جدا ان احنا نذهب الى ابعد نقطه في كاس العالم كمنتخب مصر يعني. ان شاء الله. اتفرجت على الماتش؟ طبعا كلنا اتفرجنا على الماتش وكنا متابعينه وكان ماتش جميل بصراحه. انت كرياضي وكبطل عالم وانت بتتفرج على منتخب مصري، يعني شعورك كان ايه؟ لا بصراحه كان شعور بالفخر غير عادي. لان الماتش كان منظم والاداء كان منظم، وكمان الخطه بتاعت الكابتن حسام كانت واضحه. هو طبعا مش غريب عليه ان هو بطل، فالبطل يعطي في اي مكان. اوصف لي بقى بامانه شديده
لما مصر احرزت الهدف الاول باقدام امام عاشور؟ لا كان هدف جميل بصراحه، كان مفاجئ وكان حلو، والباص بتاع محمد صلاح كان اكتر من رائع. كمان هو كان واضح ان في خبره او متدربين على الموضوع ده، لان ما كانش هيجي بسهوله. فاحنا كلنا كنا شايفين الماتش وكنا مبسوطين بيه جدا جدا بصراحه. كنت متوقع اللي يحرز الهدف امام عاشور، ولا متوقع مين يحرز الهدف الاول؟ بصراحه انا ما كانش عندي اي توقع، لان في كاس العالم كل حاجه بتختلف. لو مباراه مثلا داخليه اهلي زمالك كنا ممكن نتوقع، لكن في بطوله العالم المفاجآت حتى ما اعتقدش ان كان حد يتوقع ان امام ممكن يجيب جون. هو ده حظه. اتوقع ان احنا نجيب جون اصلا. لا انا كنت متوقع ان احنا نكسب بصراحه بجد. واحنا يعتبر كسبانين، لان الهدف ده هدف عكسي يعني. نخش بقى يعني عشان ما نقعدش ناخد الحلقه في كره القدم. يشرفنا طبعا. انا عارف ان انت داخل، قبل ما اتكلم معاك في اي حاجه او في مشوارك، انت داخل بطوله شهر 10. ان شاء الله. البطوله دي فين حته؟ احنا عندنا ان شاء الله بطوله العالم في مصر. استضفناها بعد حرب كبيره جدا قام بها الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحاد المصري والافريقي وعضو مجلس اداره الاتحاد الدولي، بان احنا كنا بنحارب، وانا كنت معاه في اللجنه الخاصه بالموضوع او ملف استضافه بطوله العالم بصفتي عضو اللجنه الفنيه العليا في الاتحاد الدولي. فكنا بنحارب دوله اسمها رومانيا، مش بنحاربها طبعا حرب يعني، في 3 دول في صراع على تنظيم بطوله العالم. لا. وده كان صعب جدا. وكان حصل اجتماعات كتيره، رئيس الاتحاد الدولي زار 3 دول، زار بولندا، زار رومانيا، زار مصر في 2025. رومانيا كمان مشهوره في حته التنظيم بتاع البطولات. كل دول اوروبا طبعا عندها ثقافه تنظيميه مش طبيعيه. بس لما جم مصر شافوا ان احنا متفوقين. عندها كل الدول الاوروبيه عندها سبورت من الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي هو بيدعم الجميع مسافه واحده والله. لكن عندهم الدعم من وزاراتهم والدعم من رعاهم. احنا عندنا الوزارات والرعاه هنا برضو بيدعمونا، ولكن مفيش رعاه خالص، الرعايه صفر. فبطوله العالم ان شاء الله يوم 24/10 في استاد القاهره الدولي صاله رقم 1. وعندنا احداث على هامش البطوله، الماستر كورس الدولي ده بيحصل مره كل سنتين، وعلى الاستضافه بتكون للاتحاد الافريقي والتنظيم للاتحاد المصري. مصر بعد يعني حرب كبيره خدنا 13 صوت ضد 9 اصوات لرومانيا. كابتن محمد او دكتور محمد، يعني كلمنا عن الصراع اللي حصل ما بينكم وما بين رومانيا كاتحاد مصري للكاراتيه عشان تاخدوا تنظيم بطولة العالم. بطولة العالم تبقى في مصر. اولا هو انت مستفيد لما تيجي تنظم بطولة عالم عندك؟ هل انت ايه اوجه الاستفادة الاول، وليه الصراع؟ ولو ما فيش استفادة انت ليه اصلا دخلت في صراع؟ ادي 1. 2، هل ممكن يكون الاستفادة انك انت ما تسافرش وتكلف الدولة ولا اخره، ولا نوع الاستفادة ايه؟ هو الاستفادة من تنظيم بطولة العالم اولا اظهار القدرة التنظيمية للدولة، ده رقم 1. رقم 2 البطولة لما تكون على ارضك بيبقى فيه ثقة اكتر وفيه قوة اكتر. انا بفضل ربنا وزمايلي في المنتخب جبنا ترتيب اول عالم في بطولة العالم الاخيرة 2024 في البرتغال، وده كان بفرق ميدالية على البرازيل بطلة العالم في بطولة العالم 22. وكنت انا الوصيف، كنا مركز ثاني في 22 في سلوفينيا في مدينه كرانشيسكا جورا. المنتخب المصري جاب ثاني في 24 في البرتغال، جبنا اول فرق ميداليه 14 ذهب وهم 13 ذهب. فالبطوله لما اكون في مصر بالتاكيد هقدر اخد لعيبه اكتر، هقدر اخد ناس اكتر، هيكون عندي تشجيع اكتر، الولاد نفسهم هيكون عندهم ثقه اكتر ان هو في بلدهم. كل الحاجات دي هتخليني طبعا في نقطه تميز. رقم 2 ان مصر لما تنظم بطوله العالم بتحط مصر والاتحاد المصري والمنتخب المصري يعني في بؤره الضوء، ان احنا ناس شغالين كويس، احنا ناس ابطال عالم. مش بس كده، وفي التنظيم كمان نطمح ان احنا نكون ابطال عالم. بالنسبه للبطوله اللي فاتت لا وكمان التنظيم انت بتدي رساله انك تقدر تنظم وتقدر تحافظ من ناحيه الامن والاستقرار والنظام. بالظبط. رسائل كتيره برضو، دي اهم رساله، منها الامن، انك انت في بعثات بتيجي بتامنها، بتشرف على الاقامه بتاعتها، بتوفر لها مناخ تسعد بيه، بتعمل لها بروجرام اذا كان في زيارات سياحيه ولا اخره ولا ايه. بالظبط. هو في برنامج كبير جدا اداره الاتحاد المصري مجهزاه،
الموضوع بدأ ان احنا كان في اجتماع، وطبعا احنا عندنا الدكتور رامي رئيس الاتحاد هو عضو مجلس اداره، فيا جماعه مين يقدر يستضيف بطوله العالم؟ في 3 دول قدموا، بولندا ورومانيا ومصر. رئيس الاتحاد الدولي عمل زيارات زي ما قلت قبل كده للدول، شاف الامكانيات. الدول كلها ما تقدمش منها غير 3 بطوله العالم، غير 3، هولندا ورومانيا ومصر. بولندا بولندا ورومانيا ومصر. فبدانا ان احنا نبدا في الاستعدادات. جه رئيس الاتحاد الدولي زار مصر اول حاجه في شهر ابريل 2025، شاف الامكانيات الموجوده من الاستادات. رحنا العاصمه وكان الدكتور اشرف صبحي وقتها وزير الرياضه، قابلنا هناك في الوزاره وبعت معنا مندوبين، شفنا كل اللي احنا عايزينه مع رئيس الاتحاد الدولي. رئيس الاتحاد الدولي شاف الامكانيات، انبهر طبعا. راح رومانيا شاف، وكل ده نزل على الصفحه الرسميه للاتحاد الدولي ITKF جلوبال. كل ده ظهر. بعد كده جه وقت الجد بقى، اجتماع الجمعيه العموميه الدول التي لها حق التصويت. بولندا قالت طب احنا يا جماعه بننسحب من الملف السنه دي لان انا عايز انظم كاس العالم 27. ففضلت مصر ورومانيا. هو في فرق ما بين كاس العالم وبطوله طبعا. العالم؟ طبعا. لا تكلمنا بقى عن الفرق ده. بعد النقطه دي هشرح الفرق. طب اتفضل. جينا احنا عندنا بقى النقطتين، مصر ورومانيا. بدانا اصلا رحله كاس العالم، بطوله العالم دي. ان احنا رئيس الاتحاد الدولي الدكتور رامي كان في بطوله اوروبا، راح زار بطوله اوروبا، على الرغم ان احنا مالناش شغل بطوله اوروبا، بس انا كنت مدعو هناك كحكم دولي، ومعانا ياسين سبريم المصري كحكم دولي برضو، كنا بنحكم بطوله اوروبا هناك. فهو جه معانا، عمل جلسات واجتماعات مع جميع دول اوروبا، ووضح لهم مصر هتعمل ايه، نقدر نصرفهم ازاي، قدره الفنادق، قدره الصاله، الجانب الامني، جميع الحاجات. طبعا الدول تحمست، وكان في موقف طريف جدا ان منتخب رومانيا نفسه اللاعبين بعيد عن الاداره كان نفسهم هم يجوا مصر، يقول لك ان احنا نتمنى البطوله تبقى في مصر، على الرغم انها في رومانيا عندنا احنا مقدمين، لكن احنا عايزينها تبقى في مصر عشان نزور مصر. الاتحاد الروماني الكاراتيه التقليدي عارف رغبه اللعيبه نفسها؟ لا ما عنديش فكره، هم ده الكلام ده بيني وبين الولاد لعيبه المنتخب. يعني اللعيبه نفسها متحمسه مصر عشان تيجي مصر. واكبر دوله هتشارك ان شاء الله بعدد هي رومانيا. يا خبر، هتعدي ال 100 لاعب. 100 لاعب. لان احنا عندنا بطوله العالم وفي احداث بالتوازي بعد البطوله على طول، بطوله كاس العالم للاطفال، ودي اول مره تتعمل. هو في كاس عالم وبطوله عالم؟ كاس عالم زي ما قلت لحضرتك. دي ليه نظام فني مختلف عن بطوله العالم. بطوله العالم بتكون في مسابقات معظمها فردي، وبرضه في مسابقات جماعيه طبعا بالتاكيد، لان الكاراتيه التقليدي مش مسابقه كاتا وكوميتيه بس، لا احنا عندنا مسابقات كتير، في كاتا فردي، كاتا جماعي، دول مسابقتين خاصين بالكاتا. عشان بس المشاهدين اللي هم زي انا ما يعرفوش قوي في الكاراتيه، ايه كلمه كاتا وكوميتيه؟ تمام ماشي. انا معلوماتي كنت فاكر الكوميتيه ده الكومودينو اللي هو جنب السرير. لا ده حاجه ثانيه، ده حاجه ثانيه يا فندم. بالنسبه للكاتا دي هي الاستعراض او الاداء او تخيل وانت شغال. مين سماها كاتا؟ ده مصطلحات يابانيه كلها، جميع يابانية. طبعا. يا سلام. جميع مصطلحات الكاراتيه التقليدي يابانيه بالكامل، لانها يعني رياضه يابانيه. لحظه، يعني مش المصطلحات دي ما فيهاش كوري صيني؟ لا لا لا، يابانيه بحته. يابانيه؟ طبعا. لان رياضه يابانيه، وتعتبر رياضه الكاراتيه من رياضات البودو. رحت اليابان؟ رحت اليابان طبعا. عاملين ايه، اخبارهم؟ لا ناس منظمه جدا بجد. ناس محترمه، رحت مده كبيره، وناس محترمه وناس منظمه. قعدت قد ايه هناك؟ 20 يوم. 20 يوم. كنت بتتعامل ازاي معاهم وهم بيتكلموا لغه يابانيه؟ يابانيه طبعا. هو بنحاول طبعا دلوقتي في وسائل الحديثه دلوقتي ترجمه بقت سهله. لا ما اقصدش دي، لا انا ما اقصدش، انا اقول لك انت كنت بتتعامل معاهم ازاي، وهل هم عندهم اعتزاز باللغه بتاعتهم؟ جدا جدا. ويعني يبقوا عايزين يعلموها لك، مش عايزين يكلموك انجليزي؟ يعني هم دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده، زمان كان ممكن. دلوقتي بيحاولوا بينفتحوا على العالم. كمان هي من اكبر الدول المتقدمه عالميا. يا سلام. طبعا اليابان انا شفنا فيها حاجات فوق العقل. زي ايه اكتر حاجه شدت انتباهك في اليابان؟ اكتر حاجه شدت انتباهك في اليابان ان احنا وحضرتك ماشي في الشارع كده لو حبيت، هي حاجه تربويه. تعدي لو عربيه وقفت تلاقي اليابانيين عدوا، وبعد ما يعدوا يودوا وشهم للعربيه ويحيوهم عشان هم سمحوا لهم ان يعدوا. يا سلام. قمه الاحترام. انا شوف ده بعناية كذا مره. يعني مثلا وانت بتقطع الطريق الشارع، عدينا الطريق خلاص، في العربيه وقفت من عند مكان عبور المشاة،
فبيخلص ويمشي، ما يسيبوش، لا بيقف يشكره ويكمل طريقه عشان هو سمح له انه يعدي ويحافظ على روحه. انا سالتهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ قال لك عشان هو حافظ على حياتي وما خبطنيش بعربيته. يا خبر. ده من ضمن الحاجات اللي شفناها. اليابان كلها نظام، عشان كده رياضه الكاراتيه التقليدي هي من اوائل الرياضات اللي اتكرمت من الامبراطور اليابان في شخص سينسي نيشياما مؤسس الكاراتيه التقليدي كرياضه تربويه. سينسي نيشياما، كلمه سينسي معناها معلم. انا عارف دي كلمه سينسي معناها معلم. دي الحاجه الوحيده اللي انا عارفها في اليابان. لا انت حضرتك تعرف كل لغاتك. لا بص، يعني انا كبير قوي. كاتا كوموتي سينسي بس كده، بس شكرا. طب ولسه هقول لك بقى، وكمان عندنا حاجه اسمها انبو. انبو ده عباره، لا استنى لا مش بتاعت الشرب، لا ده يعني الطفل عندنا اول لا ده موضوع تاني. اول ما يعطش نقول له انبو. لا مش ده، هو هيكون انبو. لا انبو دي مسابقه بتكون دفاع عن النفس، ودي من اهم مسابقات الكاراتيه التقليدي، ولد ضد ولد او بنت ضد بنت او ولد ضد بنت. المسابقه دي ليها قانون انك خلال دقيقه بتعمل استعراض تدافع فيها عن نفسك، والضربه النهائيه اسمها تودومي بتتم في اخر ثانيه في تودومي يعني الضربه النهائيه، يعني الضربه القاضيه. طب كلمه تودومي دي انجليزي؟ تودومي كلمه يابانيه برضه. كل ده كلام ياباني. ازاي بقى؟ ما هي كلمه تودومي معناها ضربه قاضيه. مش كلمه يابانيه، مش مصطلح انجليزي ولا لا خالص. ده هي كلمه يابانيه بحته يعني انا ممكن اديك تودومي دلوقتي؟ طبعا يشرفنا، بس إن لو عرفت حضرتك. ده لو عرفت. لو عرفت. انت جاي بقى تفتري على دوله الرياضه؟ لا خالص، ده احنا نحترم دوله الرياضه. امال ايه؟ ده كله لدوله الرياضه. خلاص هديك تودومي. يشرفنا. فعندنا كمان مسابقه الكوجو كوميتيه. وانت بتلعب كاراتيه تلقيت ضربه موجعه مثلا في حياتك؟ مره كنا، شوف انا وانت قلنا ايه في لحظه واحده. مره واحده. كان عندي تصفيات المنتخب، كنا مسافرين فرنسا في 98. كنت في فرنسا؟ كنا في مصر الاول، كنا بنجهز لبطوله العالم في فرنسا سنه 98. اوكي. واخدت ضربه من زميل ليا في وشي هنا. زميل؟ يعني زميلي بنلعب مع بعض، بنصفي في تصفيات المنتخب. لا ده كانت مسابقه رسميه. ايوه بطوله تصفيات المنتخب الرسميه. هو في ضرب في الوش؟ طبعا في. معقوله؟ ساعتها كان في ضرب في الوش طبعا. هي طبعا مصنفه من الرياضات العنيفه. ما هو دفاع عن النفس، هي رياضه دفاع عن النفس. معنى ان رياضه دفاع عن النفس فدفاع عن العنف، ضد العنف. لكن الهدف من ممارسه الكاراتيه التقليدي هو انك دافع عن نفسك. احكي لنا يا دكتور محمد اتدربت ازاي؟ هو ضربه عاديه، بس جت انا قعدت هنا وشي 4 شهور مش حاسس بيه. ده انا عمال افتخر وبقول لاصحابي انا صديق الدكتور محمد بطل العالم في الكاراتيه، انا اللي هيكلمني هجيب له الدكتور محمد، انا الدكتور محمد ما حدش يقدر يبص لي لانه بطل العالم في الكاراتيه. بس هاجي زي قلتي ليه بقى؟ في الحلقه دي النهارده اسمعني بس، في الحلقه دي النهارده انت خليتني انا شخصيا قدام اصحابي مش هعرف اتكلم خالص. لا اتكلم بقلب. بس هقول لك على حاجه، ما هو اتضربت في التمرين ده طبيعي، بس ضربه عاديه. مش في التمرين؟ لا في البطوله ده طبيعي. بس ضربه، ما هي ممكن تكون الضربه الزايده، القوه الزايده دي بانذار. روحت البيت طبعا لقيت ولادك لا انا كنت ساعتها صغير، كنت ساعتها عندي 18 سنه يا راجل. طب الحمد لله. بعد كده سافرنا البطوله وانا جبت خامس عالم. بس الضربه دي جات لك ازاي؟ هي ضربه مباشره في الوش، كان هنا. عارف حضرتك انت سوري لو حابب تهرش ما تقدرش، ما جسمي وداخلي كان ورم داخلي كمان. طبعا. بعد كده دي كانت اول واخر مره. حصل جرح؟ لا خالص. ودي كانت اول واخر مره. التعب كله كان داخلي. بالظبط. حصل فيها ايه بقى؟ وبعد كده لا اتكلم مع اصحابك بقلب جامد، بس انا هاجي مش هعمل حاجه. هاجي بس اصالحكم على بعض، او نتكلم باسلوب احسن من كده، او بمعنى ادق هنراضيكم على بعض. يعني لكن ما تعملش حسابك على ضرب، احنا بندافع عن نفسنا بس. خدت بطوله العالم عشان اتكلم بس، عشان اقول لهم. لا اقول لهم. خدنا خامس عالم الحمد لله ساعتها. خامس عالم. وانا كان ساعتها عندي 18 سنه. ما شاء الله. فاحنا عندنا مسابقات الكاراتيه التقليدي زي ما قلت لحضرتك كبيره. عندنا بعد كده كوجو كوميتيه، ده نوع من انواع الكوميتيه. اسمها ايه؟ كوجو. انا مش هقول لك مصطلحات ياباني تاني عشان حضرتك بتروح في حته. لا اسمعني بس. كوجو كوميتيه. كوجو. كوجو يعني الاول كاف بعدين جيم واو بالظبط. طب ماشي، يعني ما وانت عشان تعلمني ياباني هتذلني؟ لا مش هذلك ولا حاجه. طب يا دكتور محمد عشان اخاف حضرتك تروح اقول لك كوجو تروح لحته ثانيه. لا قصدك انا عارف هتقول يا كابتن جمال. بعد كده عندنا مسابقه انت كنت متخيل ان هقول كوجو واو؟ ايوه انا بالظبط كده، وانا عارف ان حضرتك ما قلتهاش. طيب ما انت قلت اهو. لا ما انت اللي فكرتني بيه على فكره. انا اللي غلطان، حقك عليا. بقول لك كوجو دي معناها ايه؟ كلمه كوجو معناها بدائي او تمهيدي.
كوميتيه، يعني الكوميتيه التمهيدي. بتبقى حركات متفق عليها، دفاع وهجوم بين اللاعبين لاظهار مناطق القوه والضعف والتوقيت والمسافه والقوه والضغط. كوجو كوميتيه. بعد كده في حاجه اسمها فو كوجو، مسابقه رابعه. فو كوجو، كلمه فو يعني جايه جزء نصها كاتا ونصها كوميتيه، يعني البطل في المسابقه دي هو بطل في كل حاجه. ليه؟ بيبقى دور كاتا ودور كوميتيه، دور كاتا ودور كوميتيه، الفاينل بيبقى كوميتيه.